دميدا هشياربونا هر ملتكي بتفجر روشنبيري وتفجر نتوية وملتي فجردائية وكا همو قلين جهاني قلي كرد وهشياربونا نتوية كردي لكردستاني ودقره روژین دامزراندنا تفجر نتویه کردی لهر چهار پارچه ولات ما بتواهی و بتایبتی لکردستان سوریه و یک جروشنبیر و پیشنگ انگل ما دکتر نوردین زازایه د 15 سبات سال 1919 ده لباجار مدن العزیز نزدیکی آمده لکردستان باکر هاتیه جیانه او جمالوات که ولاد پاریز و کرد پرور بو خواندن آخوی سرطایی ده سال 1930 ده لسویرگه دخوینه و یا ناوینجی ده سال 1938 ده لآمده بداویدگه ده ما شورش شیخ سعید پیران ده سال 1925 ده دست پیدگه با ویوی و سب افندی و برای وی مزن دکتر نافذ آلیکاری و پشتگیری ددن و شورشی لدما شورش تیک دچه با وی و دکتر نافذ تیم گرتن و پشتی سربس بردان آوان ده سال 1938 ده تفی نوردین 13 سالی جا آمده درد کون و در باسی سوریه دبن پشت را بر خوددن باجار حلب و لشامه بجیده بن لسوریه دکتر نافذ کار خوی بجیشکی بردوام دکه لخبات و تکوشین خوی کردیجی رانا وستینه و به رولکی برچاو راد به دامزراندنا کوملا خویبونه ده و ده سارا 1946 ده به سروک و کومله پشتی شوتاندنا گندن کردان جبر سرهلدانا احسان نوری پاشا زازا گلکی خمگین ده إلى سيادة رئيس محكمة أمن الدولة العسكرية العليا بدمشق حسب طلبكم في الجلسة السابقة التي انعقدت بتاريخ 31/12/1960 لمحاكمتنا في محكمتكم الموقرة أقدم إليكم بيانا بالوقائع والحوادث التي تثبت تطبيق سياسة التمييز العنصري تجاه الشعب الكردي في الإقليم الشمالي في الجمهورية العربية المتحدة أملا أن تكون وسيلة تتفهمون بها وضع الشعب الكردي في الإقليم الشمالي وتبرير موقفنا نحن بالذات حينما اتخذنا هذا الطريق الجماعي للوصول إلى حقوقنا الطبيعية والإنسانية. هذا وأريد أن ألفت نظر سيادتكم إلى أنني في وضعي هذا في السجن لا أستطيع إلا أن أقدم الخطوط العريضة لبعض الحوادث في التمييز العنصري التي أتذكرها والتي منها مستمرة إلى الآن. سيدي، بالرغم من أن حوادث التفرقة والتمييز العنصري تجري وتطبق في مجالات عديدة وبطرق شتى، فأريد أن أكشف لسيادتكم قبل عرض الوقائع عن السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى تلك الوقائع والحوادث المؤسفة، وذلك السبب هو إن في الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة واقع ملموس وموضوعي هو حقيقة وجود الشعب الكردي الذي كان ولا يزال يعيش في أرضه ضمن نطاق جمهوريته العربية المتحدة جنبا إلى جنب مع أخوانه العرب، وهو شعب له لغته وعاداته وتقاليده الخاصة به، وهو غيور على هذه اللغة والتقاليد وحافظ على مقوماته من غناء وشعر وموسيقى، وهي لا تقل روعة وغنى عن أي لغة من اللغات المجاورة، وقد ظل متمسكا بها ومتحفظا بنسماتها على مر التاريخ وتوالي العصور، فاعتنق الأكراد الإسلام منذ الأيام الأولى ولم تضع اللغة الكردية والعادات والتقاليد والكردية لدى الشعب الكردي. والآن نحن في هذا التاريخ من حياة البشرية التي تسعى حثيثة من أجل التعاون وتفاهم الشعوب لتحقيق تقدم ورخاء أفضل للإنسان. در کتن تفجر آزادی بگیم دخابات خواب پیجه سریدا جاری یکمی سنود اولاقی گلا دارو کرد بگو ریبر یکمی ریبر آبو هاو دستک دار روشن بیرون بگو تایبه بشتی 10,004 دمی حتی کرد بگرد امرای لکت گو حکمی اکنورم بکرن لحمی آستی کرستانی کشتیک امکن روشن بیرون دارو دمه برنامه چه گرکه؟ جه سلاح بدر برگ سلاح یک جا را پارسنا سیاست آمده که اینها بده من تو مشنمه قلم گرک
وقت قلتنك هذا فيشك إنسان كده كوجه لما قلم ملاته دكوجه. اما تشتروي چانه درواز دکو نیف ساعته شو زمان کردیا تشت اما تشت هلا ام نها وانا بفكرش تيري ناكي ام نکن بین جواب لی خودی در نکرد ام روشنبیر لی خودی در نکرد کسی ریوبر خودی لی در نکرد ام نکن جواب لوما بکن جواب بی روشنبیر ذاتل تمی ریوبرین کرده هاتن هدف کردن ملتی که بی هدف ملتی که بی ریوبر او ملتا بتانه دمینه یعنی بی ریک دمینه بی آرمانج دمینه جبر ویجی تمی روشنبیرین کرد ریوبرین کرد هاتن هدف کردن حتی روژی یعنی دغازن کرد بی ریوبر دشمنه ما وانا دغازن ام گرک ترسی بیم ام جبو کنم ریوبری خو روشنبیرین خو کسی وک رحمتی نور نزازا روژا و نازبینا و آخافتنی وان گرک عمل پارزه